لا بس كاس العالم جامد. كاس مصر اجمد. عندنا الجوله الثانيه من دور المجموعات في كاس العالم، جوله ضرب نار، جوله جامده جدا، حصل فيها كذا حاجه. عندنا فرق ضمنت مكانها في دور ال 16، ضمنت انها تبقى موجوده في دور ال 16 بشكل رسمي. عندنا فرق لسه في الجيم وهتحل الجيم وهتحل الجوله الثالثه، وعندنا فرق مشيت خالص من البطوله او خرجت من دور المجموعات. مظبوط. احنا عندنا 5 فرق هم اللي حسموا خلاص مصيرهم، او خلاص عرفنا سواء هيصعدوا او لا. 3 هيصعدوا: البرازيل، فرنسا، والبرتغال، 6 نقط من ماتشين. وعندنا كندا وقطر، دول اول فرقتين هيروحوا. عندنا لسه بقيه الفرق كلها الجوله الجايه عندها فرصه انها تتاهل، لسه الموضوع ما اتحسمش، وده بيخلي الجوله الجايه مع ان الجوله كانت حلوه هتبقى خناقه بين كل الفرق تقريبا على حجز اول او ثاني مكان لدور ال 16 بالظبط. مع ان الجوله دي كانت حلوه قوي كمان. الجوله الجايه كمان بنسبه كبيره هتبقى احلى. طيب كان عندنا ماتشات مهمه في الجوله دي. بدانا الجوله بسرعه كده بايران. ايران عملتها وكسبت. قلت لك المره اللي فاتت ايران ما تراهنش على خروجها من كيروش. ايران لعبت ماتش ويلز حلو جدا، وجودها في الملعب مسكت ويلز غسلتها بمعنى الكلمه، طول الماتش هي الاخطر. بس امتى برضه؟ لما الجون اتطرد ولما بيلعبوا 10 بس طول ال 90 دقيقه ايران اخطر. طول ال 90 دقيقه ايران هي اللي بتروح وهي اللي بتضيع وهي اللي بتجيب كور في العارضه. ده في كوره يا راجل، الكوره ضربت في العارضه رجعت بتاع ايران شاطه كانت في العارضه تاني. حصلت جميل وكل حاجه، بس برضه ستيل ما يمنعش ان ايران الماتش اللي عملته قدام ويلز برضه كانت ما جاتش خالص الماتش. ايران عملت ماتش حلو وكل حاجه، بس انا ستيل عند رايي ان كيروش ده راجع على الله الصراحه. وانا بقول لك ان ايران هتصعد تاني مجموعه ممكن مع انجلترا. يا ريت، انا كنت متوقع ده اصلا. كان عندنا ماتش الارجنتين والمكسيك، ايه رايك فيه؟ ماتش ميسي هو الماتش كله كان خناقه في الاول وضرب وكروت حمراء المفروض كتير تطلع للمكسيك. كوره بعديها في الشوط الثاني ادوا لميسي 2 متر بوش رجله على الارض في البعيده. انا عجبني قوي ساعتها الجون الثاني بتاع جونزاليس، كمان جون فعلا، جونين حلوين جدا. بس جونزاليس فعلا لعيب يعني. معاك 100%. الجون الثاني حلو برده، بس الشوط كله كان على ميسي. هو حتى تلاقي الشوط الاولاني كله 3 عليه عايزين يقفلوا، بس برضه لا، ميسي بيظهر في الوقت اللي محتاجاه فيه الارجنتين، وشكلهم كده عايزين يكملوا. لا الارجنتين لازم تكمل، ما ينفعش كاس عالم من غير ارجنتين في دور. ده حقيقي. عندنا بقى الماتش اللي بعديه كان حلو ايه؟ كان عندنا اسبانيا والمانيا. المفروض ان كان هو يبقى الهايلايت بتاع الجوله، بس ما حصلش كده. ماتش تكتيكي زياده عن اللزوم، ماتش يعني انريكي وهانز فليك. الماتش عباره عن دايره نص الملعب، لعيبه نص الملعب هم اللي ماشيين الماتش في الاخر هتطلع منه ب2 لعيبه، موسيالا في المانيا وبوسكيتس في اسبانيا. بوسكيتس عمل ماتش فعلا جامد، وموسيالا فعلا عمل ماتش جامد. رودري كان كويس، انا شايف رودري كان كويس. يعني هو الماتش ده مش هنطلع بره لعيبه السنتر، يعني لعيبه السنتر هم عباره عن الماتش ده حقيقي. الماتش بقى اللي يزعلك ماتش السعوديه وبولندا. بصراحه يعني السعوديه عملت ماتش حلو. هي فعلا السعوديه عملت كل حاجه في الكوره، بس ما جابتش جول، وضربات جزاء بتضيع وفول ضربه جزاء. الماتش ده يعني عباره عن تشيزني بيلعب السعوديه، وغلطات السعوديه اللي غلطتها اللي خلت بولندا تخطف الجون الاولاني من زيلينسكي والجون الثاني من ليفاندوفسكي. غلطه بدايه، يعني مش عايز اقول بدايه، بس غلطه فعلا مش يعني مش دي اللي انت مستنيها في ماتش زي ده. يعني هو عبد الاله الزركي برضه يعني ما كانش قد ما اعرفش يعني حساباته فكر فيها ازاي، ومحدش بيغلط قدام ليفا. يعني ليفا هتغلط قدامه هتاخد جول، بس انت بتديله انفراد مش بتديله كره عاديه برضه، فخلاص كده جول، فاهم؟ ده الماتش اللي يزعل. على بقى العكس يعني هتلاقي ماتش البرازيل برضه كان برضه نفس الفكره، او ما تفهمش الفرق الكبيره مالها الجوله دي، كلهم بيكسبوا يا اما على الحركرك يا اما بيتعادلوا مثلا زي اسبانيا والمانيا. انا شايف بصراحه ماتش البرازيل ده ان اولا سويسرا مش فريق تستهين بيه، وده برضو قلنا قبل كده، سويسرا فرقه رزله، وطبعا اهم حاجه ان البرازيل من غير نيمار. يعني انا فاهم ان غياب نيمار ياثر وكل حاجه، بس في الاول وفي الاخر انت البرازيل انت عندك 8 أو 9 لعيبه قدام، فمش طبيعي بالنسبه لي ان نيمار وجوده ان هو ما بقاش موجود في الماتش ده يفرق قوي كده مع الفرقه. انت في مارتينيلي، في رودريجو، في ريتشاردسون، في جابريل خيسوس، كان في كذا حد، وده ممكن يكون كان فيرمينو كان يبقى ده دوره لو نيمار مش موجود. ده رايي يعني. اعتقد كمان ان ماتش البرتغال والاوروجواي كان ماتش فعلا جامد. ده يعني ماتش برضه نفس الكلام، هو اللي ختمنا بيه الجوله الثانيه. ريتم هادي. شايف البرتغال يعني انا شايف ان هي فرضت يعني سيطرتها على الماتش. حلو. هي اللي بتتحكم برضه في الريتم، هي اللي ممكن بعد كده يعني الماتشات دي تفرق معاها، والريتم فرق يفرق معاها قدام في دور 16. بس انا عندي نقطه مهمه بقى عايز اقولها في حته البرتغال دي. البرتغال اول مره تتاهل بسهوله من المجموعه من 2006.
مع انها اصعب مجموعه. مع انها اصعب مجموعه، وخلي بالك كانت على طول يا اما بتصعد بالعافيه يا اما بتخرج اصلا بدري، فده ممكن يديك انديكيتور ان البرتغال ممكن تعمل حاجه في البطوله دي. في بقى سيبك من كل الماتشات دي، في عظمه بقى حصلت في الجوله الثانيه كده كده اسمها منتخبات افريقيا. معاك مليون في المية. ماتشات افريقيا بقى اللي حصلت في الجوله الثانيه دي احلى ماتشات حصلت في كاس العالم. ده حقيقي، عندنا من اول المغرب من عدل اول ماتش مع كرواتيا، تاني ماتش بتلعب بلجيكا، منتخب المفروض ان هو الاقوى في المجموعه، بتنزل بتمشي الجيم زي ما هي عايزه، اول ربع ساعه بيهدوا اللعب وبيستقبلوا هم اللعب، بعد كده بيبداوا يبنوا خطوره واحده واحده من الجبهه اليمين بتاع حكيم زياش وحكيمي. تغيير جون واللي حصل في اول الماتش ما فرقش معاهم، ما تهزوش بالظبط. وفعلا زي ما اتكلمنا على ناحيه حكيم وزياش قبل كده، هي ناحيه فعلا قويه، ناحيه بتنقل الكوره، حتى يمكن لما زياش بيتعب قدام بيرمي الموضوع شويه على مرابط هو اللي بيطلع حكيمي. بالظبط. يعني نلخص الموضوع ده كله في ان فعلا وليد الركراكي زي ما اتكلمنا برضو قبل كده عامل فرقه، ده حقيقي. مدرب كويس جدا وعارف يوظف الناس وعارف امكانيات فرقته وعارف امتى الفرقه بتهاجم امتى الفرقه بتضغط، الخطوره بتيجي منين، الكور الثابته بيلعبوها ازاي. وعلى عكس الماتش اللي فات، هم الماتش اللي فات احترموا كرواتيا زياده عن اللزوم، الماتش ده لا في لا في شراسه او عايزين يعملوا حاجه، اتعلموا من الماتش اللي فات ان هو لا انا احترم الفرقه اللي قدامي كل حاجه، بس في نفس الوقت ايه ما اديهاش اكبر من حجمها، عادي ممكن اروح عليها واجيب جون واثنين، وده اللي حصل. وان شاء الله باذن الله المغرب فرصتها كبيره جدا في دور ال 16 باذن الله. الماتش بقى اللي عجبني قوي ماتش غانا وكوريا. اكيد ده بقى ماتش يا باشا، يعني فعلا اتفرج على منتخب غانا بيعمل ايه، اتفرج على محمد قدوس بيعمل ايه. جامد قوي جامد قوي 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 قوي. احنا اتكلمنا عليه من قبل كده في موضوع من اول الشامبيونز ليج لما قلنا ان هو كان ماشي مع اياكس، هو الوحيد اللي فارق مع الفرقه في المجموعه اللي كانوا فيها، بيتاخد منتخب غانا هو اللي بيعمل الفرق، النهارده بيجيب جونين، هو اللي فارق في الملعب مع اللعيبه طبعا اللي احنا قلنا عليهم اتجنسوا زي إناكي ويليامز وطارق لامتي لامتي حتى القدام، يعني شفنا في الماتش الاولاني اندريا ايوب يعمل الفرق، النهارده اخوه بقى جوردن ايوب يعمل فرق، عمل ماتش كبير جدا. في دافع برضه، والناس اللي موجوده ساليسو دانيال امارتي، اسامي متقله الفرقه، اسامي عايزه تعمل حاجه. منتخب غانا منتخب قوي، منتخب كويس، وبقى عنده فرصه بعد المكسب بتاع النهارده ان هو يتاهل، بالذات بعد اللي حصل في نتيجه برضه البرتغال واوروجواي. بس ده يودينا برضه ان في فرقه ثالثه لسه عندها فرصه، هي الكاميرون. الفرصه ما كانت لعب الماتش فعلا حلو جدا قدام صربيا. يعني يمكن الناس قالت منتخب صربيا هيبقى هو المرشح الثاني، منتخب صربيا على اساس انه حسم تاهله بدري لكاس العالم. النهارده الكاميرون كان تقدر تفوز على صربيا، الماتش خلص 3-3. فينسنت ابو بكر بينزل بيقلب الجيم، بينزل من اول ما بياخد الكوره بيروح على الجون، بيجيب جون من احلى الاجوان اللي جت في البطوله، بعد كده بياخد الكوره وبيعدي من واحد واثنين وبيحط جسمه، بيلاقي مودينج بيقوم يديله بيخلص يحط الثالث. ما كسبوش، معاهم نقطه واحده بس لسه عندهم فرصه، الموضوع مش صعب. البرازيل بنسبه كبيره الماتش الجاي هتلعب بالفريق الثاني عشان تريح اللعيبه، فممكن ده يخلق فرصه للكاميرون. وبرضه ما تاثروش بموضوع اونانا اللي ساب الفندق او اللي ساب الفرقه وسافر. بصراحه تصرف غريب جدا من اونانا، يعني ما حدش فاهمه. طب انت مثلا متعاقد او في حاجه تاديبي، اقعد مع البعثه او اقعد مع المنتخب، ما حدش بيفك منتخب بلده كده. بس نتمنى ده ما ياثرش عليهم في الماتش. ما اعتقدش، منتخب قوي ومنتخب عنده لعيبه، واتمنى ان انا اشوف ابو بكر اساسي. بالظبط، يا ريت ابو بكر ينزل من الاول. يعني ابو بكر في الماتش الاولاني نزل الشوط الثاني، وفي ماتش صربيا نزل الشوط الثاني. فيا ريت الماتش الجاي يبدا من الاول، خاصه ان البرازيل مش هتلعب بالفريق الاول، خلاص هي متاهله وحاسمه الاول، فيا ريت يبدا. طيب احنا عندنا ثلاثه كده خلاص عرفنا ان هم متاهلين او واصلين دور 16، البرازيل، البرتغال، وفرنسا. شايف مين تاني فرصته قريبه او مين تاني سهل يروح معاه؟ بالنسبه لي هولندا سهل، تعتبر هولندا يعني خلاص حطت رجل جوه، هي اوريدي حطت رجل جوه دور 16. حلو. انجلترا نفس الكلام، انجلترا هتلعب ويلز، اعتقد برضه حطت رجل جوه دور 16 بنسبه كبيره. طب مين هيعدي مع هولندا؟ هنا بقى يعني هنتكلم عن ماتش السنغال والاكوادور، ماتش حاسم للفرقتين. ماشي. هيبقى ماتش حلو. شايف ان الاكوادور ممكن تحسمه لو فالنسيا موجود الاكوادور هتعدي، اعتقد كده برضه. وشايف كمان ان ايران ممكن تعدي مع انجلترا، ممكن هتلاعب امريكا، ماتش رخم، يبقى ماتش رخم برضه. وشايف كمان ان شاء الله باذن الله السعوديه تفرحنا وتتاهل. يا ريت. هتلاعب المكسيك، ماتش رخم قوي الصراحه، بس ممكن ليه لا، يعني اللي خلاهم يعملوا ماتش قدام بولندا ولا يعملوا ماتش قدام الارجنتين عادي، ممكن تمسك نفسك 90 دقيقه قدام بولندا او قدام المكسيك سوري وتتاهل. انت شايف مين ممكن يبقى تاني مجموعه فرنسا؟ تاني مجموعه فرنسا الدنمارك هتلاعب استراليا،
ماتش سهل على الورق، يعني لو هنتكلم عليه سهل على الورق الدنمارك. سهل على الدنمارك. اعتقد الدنمارك هي اللي هتعدي، خاصه ان تونس هتلعب فرنسا. فرنسا ممكن ما تبداش بالاساسي، بس برضه لا حتى الاحتياطي بتاع فرنسا تقيل. اسبانيا تقريبا برضه رجل جوه دور 16. بس هتلعب اليابان كسبت المانيا، خسرت من كوستاريكا بس كسبت. اعتقد لان الماتش هيبقى محسوم لاسبانيا. اسبانيا عندها حاجات كتير قوي هتفرق في الملعب عن اليابان. ماشي. والتاني اعتقد معاها هيبقى المانيا، يعني رغم الناس برضو يعني ما اتكلمتش قوي او ان كله توقع ان المانيا تبقى كاس العالم، المانيا جوه بنسبه كبيره. بس كوستاريكا في الجون، حتى الماتش اللي كسبوه ماتشته واحده على الجون. والمانيا اعتقد يعني هتبقى مستريح بفرق جوان كمان، يعني عن المركز اللي ممكن لو على الفرقه اللي هتنافسها في الرابع. ممكن مثلا مع البرازيل بقى مجموعه مش سهله. البرازيل ممكن تبقى معاها سويسرا. انا شايف ان سويسرا بالنسبه لي افضل من صربيا. الماتش بتاعهم هيبقى فعلا ماتش صعب. الكاميرون تكسب البرازيل. لا حتى لو هيلعبوا خلينا نتكلم بالعقل بس. كاميرون بس لا فيها، يعني انا شايف الموضوع مش صعب، ممكن والله بشويه رجوله. لا ليه لا انا بالنسبه لي الاوبشن ده مش ماليش دعوه بالكلام اللي بيتقال. خلينا نشوف. البرازيل اول مجموعه وممكن تسحب معاها صربيا، وباذن الله برضه يعني عشان برضه التوقع بتاعي يبقى صح، البرتغال وتاني مجموعه غانا. يا ريت، يعني انا نفسي يعني ان شاء الله يا باشا غانا مع اوروجواي ليهم طار، ليه في طار بايت معاك ان في طار بايت، بس في طار بايت مع قاره مش مع غانا، مش مختلف. بس لا يعني عادي، اصل دي برضه كوره، الماتش غير الماتش، الظروف غير الظروف، الدنيا فاهم. واندريا يطلع بتصريح قال لك ان انا الوحيد اللي عاصرت الطار ده، هو الوحيد اللي لسه من جيل غانا اللي باقي في هو اللي حضر الماتش ده حقيقي. فلا اعتقد ان شاء الله غانا هتحسم، والمغرب باذن الله هتحسم. المغرب فيها اول كمان ان شاء الله، يعني المغرب باذن الله في دور ال 16. ده اغلب الحاجات، يعني في حاجات ثانيه بالظبط. يعني انا رايي المجموعه الدور اللي جاي او الجوله اللي جايه كلها هتبقى احلى من اللي فاتت، علشان اللي حصل في ماتشات هتبقى خناقات على المركز او على الكرسي الثاني في دور 16. ظروف الجوله دي ما ساعدتش ان الكل يتاهل، هم ما فيش غير 3 بس اللي تاهلوا و2 اللي خرجوا، الباقي كله ليه فرص. عشان كده الجوله دي اعتقد هتبقى احلى من اللي فاتت بكتير، مع ان الجوله اللي فاتت كانت حلوه قوي. لا هتبقى فعلا جوله، وممكن نشوف فيها مفاجآت وفرق كبيره واسامي كبيره بتطلع من في اخر ثانيه من دور ال 16. اعتقد انها هتبقى جوله ممتعه. بعد كل اللي احنا قلناه ده، كاس العالم ده اللي اصلا ما نتوقعش اي حاجه، هي ماشيه كده. بس كاس العالم ده بجد رجعنا لايام كاس العالم لما كان كله مفاجآت وكله حلو. فعلا نسخه حلوه قوي من كاس العالم، وفعلا رهان ان كاس العالم يبقى في نص السيزون، مديه الفرق كلها فورمه ومديه دوافع للفرق كلها. في فرق كتير قوي حلوه. هي غريبه بس البطوله حلوه. غريبه ان انت في نص البطوله حلوه، بس البطوله حلوه قوي كده. ده حقيقي. البطوله دي حلوه، البطوله دي مختلفه، البطوله دي فيها مفاجآت كتير لسه ما حصلتش، لسه في ماتشات احلى هتتلعب. انا شخصيا متحمس، وانت رايك ايه يا صبور؟ وانا متحمس، واكيد انتم متحمسين زينا. قولوا لنا رايكم في الماتشات اللي حصلت، شايفين الجوله الثالثه هتبقى عامله ازاي؟ قولوا لنا توقعات الماتشات والفرق اللي ممكن تبقى موجوده في دور ال 16، واستنونا مع تكاتيكو في دور ال 16. سلام.